رسميا السوبر الأفريقي مصري. بعد فوز الأهلي النهاردة على الترجي 1-0 في مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بيفوز الأهلي بالبطولة رقم 12 في تاريخه، وبيقابل الزمالك في السوبر الأفريقي اللي غالبا هيبقى في السعودية. الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، الزمالك بطل الكونفدرالية، فبالتالي سوبر أفريقي مصري خالص، وبيتعاد تاني سوبر 94 بتاع أيمن منصور. بنتمنى زملكاوي، بنتمنى البطولة تبقى من نصيب نادي الزمالك، بنتمنى السوبر الأفريقي اللي جاي يكون فيه عدالة تحكيمية. يا ترى هيحصل زي ما حصل في نهائي الكاس؟ كلنا عارفين ان البطولة تقريبا هتقام في السعودية، او رسميا هتقام في السعودية. بالنسبة للسوبر الأفريقي، مين الحكام؟ هيبقى فيه عدالة تحكيمية ولا لأ؟ إدارة الزمالك هتعمل ايه؟ علامات استفهام كبيرة جدا جدا، وأسئلة كتير بيسألها جمهور نادي الزمالك. بنتمنى يكون في عدالة تحكيمية أيا كانت النتيجة، الماتش ينتهي بفوزنا ينتهي بفوز الأهلي، طالما في عدالة تحكيمية وفير بلاي خلاص محدش هيزعل ولا حد هيتكلم. إنما يحصل زي ما حصل في نهائي الكاس ويكسبوا بجول أوفسايد عشان خاطر اسمه ايه فرحان وعايز الأهلي يكسب وبيتمنى فوز الأهلي، الله أعلم. يا رب التوفيق والمكسب وكل البطولات اللي جاية تكون من نصيب نادي الزمالك. عايزين نادي الزمالك يستمر في منصات التتويج. الحمد لله رجعنا ببطولة إلى حد ما، بطولة سهلة، بس مش هو ده طموح نادي الزمالك. مش طموحنا كونفدرالية وخلاص. احنا كسبنا الكونفدرالية، بعدها ب3 أيام اتعادلنا مع فيوتشر في ماتش ولا أسوأ في أداء لعيبة يا جماعة، في لعيبة حرام تعدي جنب سور نادي الزمالك. مين إبراهيم أنداي ده؟ مين ده يعني؟ مين اللي جابه النادي؟ مين هيحاسب اللي جابه النادي؟ حرام حرام. والغرامات اللي على نادي الزمالك، يعني الواحد مش عارف يلوم مجلس الإدارة. مجلس الإدارة مشكور، يعني هيدفع غرامات ولا هيجيب صفقات ولا هيعمل ايه بالظبط؟ يعني الواحد ما بقاش عارف. سامسون، ابراهيم انداي، شوية لعيبة كده يا جماعة، الواحد بطنه بتوجعه وهو بيقول أساميها، يعني حرام كده. الواد الكرة مفيش أي أساسيات ألف به كرة عن تغطية المركز بتاعه، بيتسبب في هدف تعادل ورعونة من اللعيبة طول الماتش، وفي الآخر الماتش بيخلص تعادل وبتفقد نقطتين. على الرغم ان انت والله لو كسبت كان عندك فرصة انك تنافس على الدوري، اللي ما زالت الفرصة موجودة على فكرة. بس لعيبة الزمالك يا جماعة، لا يعني لو الاهلي هو اللي خسران النقط دي كلها واحنا اللي كسبانين النقط دي كلها، جمهور الاهلي كله هيقولك الدوري لسه في الملعب، والدوري واحنا هناخد الدوري، واحنا. فين الروح دي عند لعيبة نادي الزمالك؟ فين الاصرار ده عند لعيبة نادي الزمالك؟ ده اللي احنا بنتمنى نشوفه، وهو ده اللي احنا عايزينه. نرجع للنقطة الاهم، السوبر الافريقي. نتمنى من ادارة الزمالك ارسال بيانات تحذيرية، ارسال بيانات تحذيرية، وتتخذ كل الاجراءات الممكنة لحماية نادي الزمالك من اي ظلم تحكيمي. ادينا بنبه من دلوقتي اهو، حماية نادي الزمالك من اي ظلم تحكيمي هيقع على النادي في السوبر الافريقي. تاني، يا ادارة نادي الزمالك الموقرة، نرجو منكم اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللي تحمي نادينا من اي ظلم تحكيمي متوقع، من اي ظلم تحكيمي متوقع في السوبر الافريقي اللي جاي. تمام؟ احنا بنتكلمش اللي احنا عايزين نكسب بالعافية، احنا بس عايزين عدالة تحكيمية. جمهور الزمالك عمره ما طلب بحاجة ان هو ما ياخدش حقه، ان هو ياخد حاجة ما تبقاش حق النادي، او نكسب بضربة جزاء ظلم او طرد ظلم او ايا كان او جول اوفسايد او الكلام ده كله. يعني احنا جمهور نادي الزمالك عايز بس عدالة تحكيمية، كل فريق ياخد حقه ايا كان مين الفائز في الاخر. النتيجة دي بتاعت ربنا. وهنرجع للعيبة تاني، اللي لازم ما تفرطش في البطولة، لازم لعيبة ما تفرطش في البطولة. الاتحاد الافريقي قال ان البطولة هتبقى في شهر 6، مش هيكون لسه جات صفقات جديدة، فلو البطولة فعلا هتقام في شهر 6 فغالبا هنلعب بالصفقات اللي احنا بنلعب بيها دلوقتي، وربنا يستر. اما لو البطولة هتقام بعد الصفقات الجديدة اللي هنجيبها في الصيف، اعتقد هيبقى شكل الفريق احسن كتير وهيكون مختلف شوية.
فرق كواليتي اللعيبة اللي موجودة في الأهلي المقارنة هتبقى صعبة في الوقت الحالي، ولكن احنا نادي الزمالك زي ما هما أي حد بيلبس تيشيرت وبيقول لك روح الفانيلا الحمراء، احنا نادي الزمالك مع كامل الاحترام لأي نادي في مصر في أفريقيا في الوطن العربي. أنا نادي الزمالك، أنا تاريخ، أنا بطولات، أنا ما ينفعش أكون مهزوز أو مهزوم قبل ما أدخل أي بطولة. لازم لعيبة نادي الزمالك تعرف هي بتلعب فين وباسم مين. كلنا شفنا في نهائي الكونفدرالية وكنا موجودين في الملعب وشفنا قد ايه جمهور الزمالك هو اللي بيصنع الحدث يا جماعة. والله فرق شاسع بين جمهور الزمالك وبين جمهور اي نادي تاني في العالم، فرق شاسع، مفيش مقارنة بين جمهور الزمالك وبين جمهور اي نادي تاني في العالم. جمهور الزمالك هو اللي في حتة تانية خالص، جمهور الزمالك هو الوفاء، هو الإخلاص، هو الانتماء الحقيقي. جمهور الزمالك مفيش فرد فيه مش بيفهم كورة. جمهور الزمالك لو سألت أي طفل صغير زي ما قال رئيس النادي كابتن حسين لبيب، لو سألت طفل عنده 15 سنة وجبت له ماتش من 94 ولا 95 هيقول لك كل تفاصيله ويشرح لك ويكلمك في الكورة أحسن من أي حد بينتمي لأي نادي تاني. إحنا جمهور مختلف فيا لعيبة الزمالك أرجوكوا اعرفوا انتوا بتلعبوا باسم مين. احنا ما يا فرحتي كسبت كونفدرالية وبعدها تعادل، لا 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 لا. انا نادي الزمالك انا عايز اكسب كل الماتشات، انا ما بشبعش بطولات. انا انتوا كده بقى مقتنعين بقى ان نادي الزمالك خد بطولة فخلاص كده، لا انا ما بشبعش بطولات، انا على طول عايز بطولات. جماهير الاهلي كسبت ال 12، تايم لاين كله بيقول ال 13 يا اهلي. يعني فرق كبير قوي، فرق كبير قوي. انا كسبت كونفدرالية يا جماعة مع فرحتنا بالبطولة وفرحتنا بالفوز وكل حاجة كونفدرالية، مش دوري ابطال افريقيا، لا تقارن بدوري ابطال افريقيا يا جماعة. بطولة اقوى، بطولة اضعف، ده كله كلام ما بياكلش عيش. الكونفدرالية لا تقارن بدوري ابطال افريقيا اللي غالبا مش هنلعبه السنة الجاية بسبب رعونة لعيبة نادي الزمالك برضو، مش بسبب حد تاني. تمام، بس غالبا هيبقى عندنا يعني رسمي كده عندي فرصة المنافسة على سوبر افريقي. السوبر ليج اللي هيتلعب السنة الجاية هيبقى عندي منافسة عليه، وبطولة هتضخ ملايين الدولارات للنادي لو ركزنا فيها، هتبقى أحسن من دوري أبطال أفريقيا ماليا، هتبقى أحسن من دوري أبطال أفريقيا ماليا لأن مكسبها تقريبا 8 مليون دولار. فقدامي فرصة أنافس على أكتر من بطولة، قدامي فرصة أستمر على منصات التتويج، عندي بطولات وجهة نظري اللي احنا ما فقدناش فيها الأمل لحد النهاردة. عندي دوري مصري مازال قائم، عندي كاس مصر، عندي سوبر مصري، عندي سوبر افريقي، عندي سوبر ليج، عندي اكتر من بطولة اقدر ان انا كنادي الزمالك اغير الفكرة اللي متاخدة عني خالص وانقل النادي في حتة تانية على الاقل. يعني مش على الاقل، لا انا نادي الزمالك لازم افوز بكل البطولات، لازم العب على كل البطولات، على الاقل الجمهور يحس اللي انتوا عملتوا اللي عليكم. مش مطالب منكم غير ان احنا نحس اللي انتوا تعبتوا، ان كل واحد موت نفسه اللي انتوا عملتوا اللي عليكم. بس كده، بالتوفيق لنادي الزمالك، مبروك للأهلاوية، يلا خدوا البطولة، هيبقى سوبر أفريقي مصري بنتمناه أبيض بخطين حمر. عاش نادي الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.